ازيكم؟ ايه الاخبار؟ انا اسمي حسام هاني، وانا بساعد لعيبه كره القدم انها تطور مستواها في كل جوانب اللعبه، سواء كنترول مهاره او قوه تحمل، بس من البيت. في لعيبه كتير بتيجي تتمرن معايا وبتبقى مشكلتهم ان هم مستواهم في النادي مش بيتحسن، وان كل تمارين النادي بتبقى بدني او تمارين تقليديه. ده كمان في لعيبه بتقول لي ان هم مستواهم كان كويس ولما راحوا النادي مستواهم قل، فالناس ابتدت تتجه ناحيه البرايفت ترينر. فلو انت بتتمرن مع البرايفت ترينر في 5 مشاكل هتواجهك. اول مشكله ان المدرب البرايفت ده بيشتغل معاك على التكنيكال سكيلز. تكنيكال سكيلز يعني لو انت لعيب مستواك كويس بس الفينشنج سكيلز بتاعتك او مهاره الفينش عندك مش احسن حاجه، فانت بتروح له عشان يشتغل معاك على المهاره دي، لكن مش هيحسن كل جوانب اللعبه عندك. مش هيعلمك تستلم وتلف، مش هيعلمك تشوط كويس، مش هيعلمك مهارات، مش هيطور كنترولك، لان هو من الاخر ما عندوش وقت لكل لعيب يشتغل معاه الحاجات الناقص بتاعته. وبديهي كده مش كل اللعيبه هو بيدرب 10، اكيد مش ال10 دول عندهم نواقص في نفس الحاجه، كل واحد عنده حاجات معينه بيشتغل عليها، فهو مش هيشتغل لكل لعيب على حاجه لوحده، فبيشتغل معاهم كلهم على مهاره واحده. تاني مشكله ممكن تواجهك والبرايفت ترينر ان انت هتدفع فلوس كتير، كل تمرينه محتاج 200 250 جنيه عشان تقدر تتمرن. تالت مشكله وهي هتبقى المواعيد بتاعته. المواعيد بتاعته مثلا هو بيدرب حد وثلاث وخميس، وانت بتلعب مثلا في نادي والتمرين بتاعك في النادي حد وثلاث وخميس، فما تلاقي نفسك مش عارف تظبط المواعيد. ده غير طبعا رابع مشكله ان هو ممكن يكون المكان بعيد عنك وانت معكش عربيه او والدك مش عارف يوديك، مش فاضي. خامس حاجه وهي الاعتماديه، انت هتفضل معتمد على مدرب عشان تطور مستواك، مش هتعرف تعمل كده لوحدك. فسؤالي هنا، لحد امتى هتفضل تعتمد على المدرب؟ يعني ايه في المدرب ده اتصاب او المدرب ده بطل يدرب او مات، انت هتعمل ايه؟ هتقف ساكت كده؟ والخمس مشاكل دي بتحسس الناس اللي هم مفيش في ايده حاجه يعملها، ان هو انا اصل النادي تمارين بدني، اصل انا معيش فلوس اروح برايفت ترينر، اصل انا المكان بعيد عني، اصل مواعيدي مش ظابطه، اصل بابايا مش بيوديني. فاللي عايز اقوله لك ان انت مش محتاج ولا برايفت ترينر ولا حد يدربك، انت كل اللي انت محتاجه اللي انت تشتغل على نفسك، تتمرن لوحدك في البيت. انت عارف وقت الكورونا كل اللعيبه ابتدت تقعد في البيت ومحدش كان بينزل ولا كان حد بيتدرب، ما عدا لعيب واحد بس، كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو لو تبص على النت او يوتيوب او اي حاجه هتلاقيه كان بيتدرب وهو في البيت. هو الوحيد اللي كان بيتدرب كارديو، بيتدرب فيتنس، بيتدرب كوره، بيتدرب دريبلينج، كان بيتدرب زي المجنون. وبالتالي لما الكورونا راحت والسيزون الجديد جه، لعيبه كتير قوي كان وزنها زايد ما عدا رونالدو. رونالدو كان جاهز 100%. ودي اهميه ان انت تتمرن لوحدك من غير كوتش. رونالدو عامه كان بيعمل كده من غير كوتش، انا بقول لك ساعتها كانت ايام الكورونا فما كانش فيه اصلا حد بينزل. فاللي عايز اوصله لك ان انت عشان تبقى لعيب جامد لازم تتمرن لوحدك في البيت. خليني النهارده اوريك 3 تمارين دريبلينج ممكن تعملهم في البيت عشان تطور الكنترول بتاعك من غير ما تحتاج لاي ملعب او اي مساحه. تعالى اوريك. اول تمرينه معانا وهي تمرين اسمه انسايد اوتسايد. كل اللي هتعمله ان انت هتزق الكره لبره برجلك اليمين، وبعد كده توقفها، وبعدين تزقها برجلك الشمال لبره، وبعدين توقفها. دي اسمها انسايد اوتسايد، وده بيساعدك تطور الدريبلينج سكيلز بتاعتك. تاني تمرينه معانا اسمها انسايد اوتسايد بس برجلك اليمين بس. هتزق الكوره 3 مرات في اتجاه اليمين، وبعدين تعمل قط وتوقفها وتزقها لجوه ببطن رجلك 3 مرات ناحيه الشمال، وبعدين تعمل قط وتوقفها، وهكذا. تالت تمرين هو نفس تاني تمرين انسايد اوتسايد بس هتعمله برجلك الشمال. هتزق الكوره برجلك الشمال ناحيه الشمال 3 خبطات، وبعدين توقفها تعمل قط، وبعدين تزقها ببطن رجلك ناحيه اليمين 3 خبطات وتوقفها تعمل قط. اتمنى تكون استفدت حاجه من الفيديو النهارده. لو تعرف حد الفيديو ده ممكن يفيده، يا ريت تمنشنه او تعمل له شير. سلام عليكم.